واحد وواحد. ايه ايوه انا هاكل اي حاجه زيكم ايوه زي ايوه عشان يبقى كان عيش واحد وملح دي. واحد بس. ما هو كبير ما لا شاء الله. انا لا كبير. خليهم 3 و3 فرايز الكرسي ده كان ما بتطلعش بوشك لا خالص خالص. في كل الفيديوز يا صايع. اقول لك متاثر بمين؟ شخصيه ذا ستيج من توب جير. يعني نبدا. يلا بينا. اولا انا فرحان جدا ان كابتن هيثم النهارده استضافني وقال لي نقعد نتكلم ونوضح النقط اللي مش واضحه للناس. لا وبرضه خليني يعني اذكر ان موضوع العنصريه ده مش متواجد اصلا عندنا خالص. يمكن في هوكس ولا في العموم؟ في هوكس بالذات، لان احنا السلوجن بتاعنا ان احنا بنسميها يونايتد باي فاميلي. يونايتد باي فاميلي يعني احنا عيله واحده. اوكي. فانا موجود بمراتي، الراجل ده موجود بمراته وعياله، كل الناس موجوده بعائلاتها. فالموضوع يعني في اكتر انتماء وليس زي ما انت ذكرت بكلمه عنصريه. ان كلمه عنصريه دي تقيله جدا جدا يعني. دي بتحصل حروب عليها على ما اعتقد يعني. ولكن خليني اقول ان في الوقت ده بالذات كان في سنه تعامل بطريقه غير لائقه من احد الاعضاء اللي كلمك في التليفون بعديها، وده ضايقني شخصيا واللي خلاني اعزمك على الرايد معانا النهارده. ان هو قال لك يعني انت عايز تخش في وسطينا بموتوسيكل صيني. طبعا انا ما اعرفش الموضوع ده غير منك دلوقتي، ولكن يعني حبيت اقول لك ان الراجل ده مش موجود معانا دلوقتي. ولكن انت شفت الرايد النهارده وشفت البريفنج اللي عملناه قد ايه. البريفنج مش هقول معقد، بس هو الممبرز نفسهم او الاعضاء نفسهم بحاول ان انا يعني كل مره افكرهم بالبريفنج اللي احنا بنعمله ده، لان ده مهم جدا قبل ما تطلع اي رايد. فبالطبيعي ان اي حد لما بيخش في المجموعه بتاعتنا، ولو حتى لاحظت ان انا سالت في اخر سؤال لو انت عندك مشكله في الموتوسيكل وتيجي بتخش منين؟ بتخش من اخر خالص، حتى لو انت كنت بدات من اول الفورميشن. فبس فحبيت اوضح الموضوع من وجهه نظري. كابتن احمد يعني معانا النهارده بقى ايه؟ بص انا يعني مش هطول عليكم. لا براحتك خالص. احنا الهوكس ده زي ما هيثم كده قال، احنا كلنا بنبقى عيله واحده وبنخاف على بعض جدا، وكمان بنخاف على الناس اللي بيمشوا جنبنا سواء بقى موتوسيكلات عربيات، لان هو في الاول وفي الاخر احنا ماشيين على عجلتين يعني، فاهم حاجه السيفتي. لكن احنا طبعا انبسطنا ان انت جيت معانا النهارده وانا شخصيا مبسوط جدا ان انا شفتك قبل ما تلبس الخوذه. دي حاجه حلوه جدا، وان شاء الله بقى تطلع معانا رايدز كتير، واحنا لما نيجي نطلع رحلات تيجي تطلع معانا برضه ان شاء الله. انا بس كان في نقط بقى عايزين نتكلم فيها دلوقتي. حق الطريق. اوكي، دي نقط احنا عايزين نتكلم فيها عشان الناس تبقى فاهمه. هيثم بقى عشان هيثم بقى مني في الحوار. دلوقتي احنا عايزين الناس تبقى فاهمه واحنا نبقى متفقين على رولز. تمام. امتى الطريق يسمح ان انتوا او ان الجروب اللي خارج ايا كان هوكس ايا كان الجروب اسمه ايه، ليه حق ان هو ياخد حارات، وليه حق ان السويبر والمسؤولين، انا هرد عليك في كل الكلام ده وليه حق ان السويبر والمسؤولين يخرجوا الناس من الطريق اذا كانت عربيات او اذا كانت موتوسيكلات. خلينا نتفق حفظا على سلامه الجروب اللي هم مسؤولين عن حمايته. في حاله ان هم مش خارجين، انا عارف ان حضرتك بيبقى في حاجات تبع الوزاره وتبع البلد او تبع تنشيط سياحه وزاره الشباب والرياضه واتحاد الرياضه. ففي حاله زي دي طبعا انت يعني مش تقدر طبعا، انت معاك البرميشنز ان انت تاخد الطريق او تمام. تاخد الطريق طبيعي. بس في حاله ان في رايد عاديه ليتس سي في الموقف اللي حصل معايا. حتى برضو خليني اوضح لك القصه دي. حتى في السفر بتاعنا لما بيكون معانا تامين واحنا بنبه على كل الناس ان احنا ما بناخدش غير حاره واحده بس في الطريق. اللي هو سنجل فايل. الطريق 3 حارات بنمشي سنجل فايل في حاره واحده تمام فيهم، زي طريق الزعفرانه. لان طريق الزعفرانه انت بيعتبر حارتين ونص، لان في نص الحاره فيها رمله على طول السنه. مظبوط. فطبيعي ان انت الحاره دي ما بتحسبهاش كحاره، فبتحسبها كنص حاره. فبالتالي لما بيكون الطريق ضيق بمشي سنجل فايل زي ما انت شفت، زي ما انا وضحت في البريفنج بتاعنا. حتى لما بنمشي مع تامين طريق، احنا بننبه حتى على السواقين اللي ورا معانا تمام ان هم يمشوا في نفس الحاره. ولو بصيت في مرايتي ولو لقيت حد من السواقين قافل اكتر من حاره، دي بمنعها تماما. موضوع الامان على الطريق ليا وليك، الطريق مش بتاعي لوحدي. ولكن احنا بنمشي بطريقه منظمه فيها يعني تعبنا
في تاسيس طريقه المشي بتاعتنا، وفي نفس الوقت الحمد لله يعني عندنا ما شاء الله اقل حوادث موجوده بتحصل الحمد معانا لله. بسبب مش بس السيفتي جير، بس بطريقه المشي بتاعتنا اللي احنا بنمشي بيها على الطريق. ولكن خليني اكد لك ان احنا دايما في كل سفرياتنا لما بنجمع كل السواقين والعربيات اللي معانا، ارجوكم من فضلكم ناخد حاره واحده بس في الطريق. واحمد طبعا ياكد لنا الكلام ده لما بيسافر معانا، وساعات وكتير طلع معانا بعربيه قبل كده. ايوه طبعا. بص احنا مثلا لما ممكن حد مش قادر يطلع بالبايك بيطلع معانا بعربيه، دايما بنبقى واخدين لين واحد بس. حتى لو احنا شغالين مثلا او ماشيين سنجل فايل بنبقى لين واحده. كل الفورميشن بتبقى ماشيه ورا بعض. لكن احنا اهم حاجه زي ما قلت لك في الاول ان احنا بنحافظ على الناس اللي حوالينا، سواء بقى عربيات موتوسيكلات اي حاجه، وطبعا بنحافظ على ارواحنا احنا كمان. تمام. يعني مثلا خلينا نسترجع الوقت شويه، لان هو كان موقف حساس. خلينا نقول ان كان حقكم الكامل في اليوم ده، اليوم اللي انا نزلت فيه الفيديو، ان انتوا ان انا ما اكونش معاكم جوه الجروب. وده لان في زي ما اتكلمنا في سلامه وفي انستراكشنز بياخدوها وفي حاجات كتير ممكن اكون ساعتها على علم بيها او غير علم بيها وهم ما ولكن يعرفونيش. طريقه التعامل كانت غلط. خلينا انا اوضح لك طريقه التعامل معاك كانت غلط. مش المفروض حد يطلعك بهذا الاسلوب. واللي انا عرفته ان حد كلمك بعديها قال لك برضو، حد كلمني بعدها قال لي انت معاك موتوسيكل صيني وانت الايمج ما ينفعش تتاثر بالايدنتيتي بتاعت الجروب دي بقى يعني وكان نفسي نعزمك معانا بس انت موتوسيكلك صيني. لا للاسف احنا ما عندناش الكلام ده. والناس يعني اللي كانوا موجودين ساعتها يمكن يعني انا عرفت الموضوع ده مؤخرا، ولكن احنا ما عندناش الكلام ده خالص الحمد لله. الحمد لله. مش عايز اقول الناس دي مشيت، ولكن هم فعلا مش موجودين معانا. مش موجودين. ودي حاجات اتكلمنا فيها قبل ما نتكلم في الفيديو ده، ان كان في شويه مشاكل وممكن تكون هي دي اللي ادتني الاحساس بالعنصريه. هو مفيش عنصريه. النهارده جيت وحابب اقول حاجه، ان انا النهارده جيت في وسط جروب كبير جدا، وانا عندي ثقه فيهم ان هم ناس كويسه، ان انا جاي اتكلم وجايين نعمل حاجه مختلفه. وده فعلا اللي حصل، ان مفيش عنصريه، مفيش اللي انا كنت شايفه وقتها، بس ممكن تكون الظروف كلها اتجمعت مع بعض طلعت في الاخر الاحساس. لا بس هو كان في ساعتها سنه عنصريه عندي انا يعني. خليني اقول لك لا كان في، وكان في تعامل مع يعني انا مؤسس الجروب وليس البريزيدنت بتاع الجروب كنت ساعتها، فكنت بسيب رئيس الجروب هو اللي يتعامل. فبالتالي كان كتير جدا يجي لنا مثلا حد بموتوسيكل 600 سي سي او حاجه وبيترفض. وفي واحده انا اعرفها شخصيا صاحبتي جدا بدون ذكر اسماء، هي كانت الاول معاها سكوتر وكان نفسها تخش، وقلت لها للاسف مش ما بندخلش دلوقتي سكوترز. كنا في الاول بندخل سكوترز، دلوقتي لا علشان سرعتنا على الطريق. وبعديها راحت جابت موتوسيكل سموه موتوسيكل ريس، ورفضوا ان هم يدخلوا معانا. وفي واحد تاني برضو معانا في الجروب ده اللي انا قابلته، اللي انت قابلته تمام. كان نفسه يكون معانا دلوقتي، ولكن اكيد هو عارف تمام ان برضو اترفض بسبب قالوا له الموتوسيكل بتاعك ريسنج بايك وهو الموتوسيكل بتاعه نيكد بايك. في فرق كبير جدا. وحتى لو عندك موتوسيكل ريس، يعني مثلا عندنا اعضاء عندهم موتوسيكل كروزر وموتوسيكل ريس، فالناس دي بتطلع ساعات معانا بالموتوسيكل ريس. انا ما بمنعش الموضوع ده طالما موتوسيكلك الاساسي هو الكروزر وبيمشي بنفس السرعات، لان الريس الاولاني بتاعه 170 اصلا فانت هتمشي معانا ازاي؟ انا ماشي على الخامس على 120 صعبه جدا جدا صح. فبتفرق السرعات. عشان كده لا بنخلي حاجه بباور عالي قوي ولا بنخلي حاجه ضعيفه جدا. عشان هي بس الفكره في الطريقه بتاعه التعامل، هي دي اللي بتفرق في كل حاجه. انا برفضها. ويعني يعني انا لو تفتكر انا لما كلمتك قلت لك انا موضوع الفيديو مش فارق معايا. انا راجل في الاعلام وعارف ان اي فيديو بيعلى بيبقى هو دي، ولكن انا قلت لك بغض النظر. وعلى فكره سبت الفيديو للاخر خالص وبعدين كلمتك بعد ما الريتش بتاعه عالي، فكلمتك علشان فرق معايا جدا الاسلوب اللي اتعامل معاك بيه، وحزت في نفسيتي جدا. وانت بجد يا زياد شرفتنا النهارده. انا والله اتشرفت بحضرتك جدا كابتن هيثم وكابتن احمد، يعني بجد والله العظيم فرحان جدا ان انا اتعرفت بيكم واتقابلنا وبيعملوا لنا برجر. هناكل برجر دلوقتي. الفيديو ده الفيديو متوثق. انا اكلت برجر، عزموني على برجر. ايوه مش لاقي عكوزه بقى. ايه ما اقدرش. ثانيه واحده بس عشان ايه انا كنت متفق على حاجه معينه. خليكم معايا ثانيه واحده. الكاميرا شغاله، اللي هيضرب انا قلت لهم عايزين يهجموا عليك انه بص
حد بره يجي يصورنا. شد حيلك بقى. توت 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 توت، شد حيلك يا كتكوت. مساء الخير علينا وعليكم، مساء الخير يا احلى هوكس. النهارده طالعين لغايه مرصد القطاميه، ولكن في الاخر هنرجع تاني على جود فاذر. هنا اول حاجه عايزين نحيي زياد تحيه كبيره جدا جدا. عوده طارق عودا حميدا. طيب مبدئيا احنا بنمشي بطريقتين. اوكي، ستاجرد فورميشن زي ما انتم عارفين. ستاجرد فورميشن بتبقى الراجل ده شايف وشي في المرايه بتاعتي. اوكي، او بنمشي بطريقه تانية سنجل فايل، تمام، بحيث ان انت كاوتشتك تبقى الاين تماما ورا كاوتشت اللي قدامك. نرجع تاني سنجل فايل. بنغير الحاره بطريقتين. اول طريقه بنطلب من سويبر ورا، بعد اذنك استاذ هاني اقفل لنا الحاره الشمال. بنبتدي اوتوماتيك بنتحرك واحد ورا التاني in front of the marshal. نرجع تاني. الطريقه الثانيه حسام استاذنك تعمل فلاينج مارشال. لو اوريدي في عربيه عدت الراجل اللي ورا ومحتاجين نغير الحاره urgently عشان في هازارد قدامنا، فبالتالي محتاجين ان احنا نغير الحاره، فبنقول الفلاينج مارشال بعد اذنك بيجي من قدام لورا يقفل لنا الحاره. بنبتدي كلنا انكلودنج اخر واحد بيتحرك من قدام الفلاينج مارشال. اوكي، الساين سريعا. اوكي، دي معناها جير اب، وجير اب مش معناها ان انت لسه تتكلم في التليفون لا، جير اب يعني جير اب. كده معناها باك الفورميشن، كده معناها ريز السبيد، اعلى بالسرعه. ولما بنيجي نغير من تاني من سنجل فايل بعد اذنكم لدبل فايل، لدبل فايل واحد بيجي يمين واحد بيجي شمال، واحد بيجي يمين واحد بيجي شمال. المكان اللي انت بدأت فيه في الفورميشن هو اللي بتنهي فيه الفورميشن. اخر حاجه، لو عندك مشكله في البايك او حاجه بتعمل ثامز داون. ثامز داون بيجي السويبر اخر واحد بيعرف ان انت عندك مشكله، بيقول لنا ان في حد عنده مشكله. ساعتها لو معانا سبورت كار بتقف معاه او السويبر بيقف معاه. وانس ان احنا رجعنا للفورميشن تاني، لو انا كنت تاني واحد وعندي مشكله ووقفت وحد وقف معاه، برجع تاني منين يا دينا؟ لو انا كنت في فورميشن رقم 2 وطلعت بالفورميشن وجيت اخش تاني، برجع تاني رقم 2 ولا برجع من ورا خالص؟ برافو عليك، برجع من ورا خالص. سقفولها. تمام. لو في عربيات او موتوسيكلات دخلت بينكم، بليز ما حدش يتعامل معاها. road marshals are there to deal with them. فبليز خلينا strict. let's have a strict formation. نرجع بالسلامه. كات.